باش توضح حكومة السمسي هي الأمر الاتفاقية الأولى. لا سمح بالنسبة لحكومة السمسي أمر اتفاقية البلديين لم يقع تطبيقها من الحكومة هذه، أما اتفاقية الصحة أمضيت من السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة. أيوة. وقعت زيادات بينما البلديين أجلوا الموضوع، ما أن معناها في التفاوض قالوا كون ميزانية الدولة ما تسمحش. كي يتفاجأ عامل البلدية لا والأكثر والأمر من ذلك كونه في ضمن البلديين صار تمييز وزملائنا مهما الاحوال الترتيب وقع صرف المنحه الخصوصيه اللي 70 شهرين بمفعول رجعي ويقع حرمان الناس اللي تخدم في عمل. هنا البلديين حسوا بظلم كبير والخطا مش ممكن نلبسوه للاتحاد ولا للبلديين. القطاعات الاخرى تكون تنجم كل طالب بها مادام نظافه الصحه ونظافه كذا الوظائف العموميه. هذا الاتفاق الاتحاد طلب من الحكومه في الجلسه الاخرى باش يعطي اشعلنا احنا في تونس شنو المطروح ونتفقوا ونعملوا برنامج ونعملوا خريطه طريق. بقى الاتحاد يستنى مش عارف اخيرا جلسوا وكونوا زوج لجان لجنه عليا فيها 5 من المركزيه و5 يمثلون الحكومه، وان شاء الله باش تفرع لجان ان شاء الله تضبط الامور هذه ونشوف الطريق السوي ان شاء الله. وكما قلنا رانا ماناش منظمه خيريه، راهو عندنا منظرين ولكن رانا وطنيين ونحبوا تونس ونناضلوا من تونس والنقابيين شهداء من تونس وفرحات نعرفوا من اغتالت فرنسا واليد الحمراء شنو القياده الكبيره اغتالت قياده نقابيه. باهي سي كمال حتى تو شارجيه شوي مسلسل. تفضل. باهي انتشرت انباء مؤخرا عن انسلاخات من الاتحاد في تطاوين. شنو رد فعل الاتحاد على الامور هذه؟ وشكون الآلية الخفية اللي ربما وراء الانسلاخات هذه؟ باش تفسروا فيها. انا لا اتهم احد. ايوه. وما نحبش نتهم حتى احد. ايوه. فهمتي؟ اولا، رقم 2 انا بصفه رسميه كاتحاد موصلني حتى انسلاخ. لا اسمعوا جعجعة ولا أرى تحليل. اليروج أن اليروج يمكن ثم أطراف تحب تضغط على الاتحاد وتحب توجهها في اتجاه معين. أيوة. احنا مانيش عود ليل، والتاريخ والخبرة ديال الناس اللي تقرأ تاريخ تونس القريب تعرف شنو الاتحاد. احنا مانيش عود طريق، احنا التجارب والنضالات قوة العود نتاعنا، ونعرفوا منظمة ينضوي تحتها فوق 800,000 منخرط. ما شاء الله عدد ما هو مش ارقام تاع التجمع القديمه هذاك اللي يحكي مليون وزوز، لا مش هذاك. هو 800,000 معناها بالواحد. فهمتي؟ فما بعض الاطراف تدعو الى ذلك. ان شاء الله ربي يهديهم. ما نقولوا حتى شيء. منظمه كما قلنا وفي افتتاح الكلمه قلت راهي مكسب وطني لازم الناس الكل نحافظوا عليها. وان شاء الله الناس الكل تفهم الوضعيه تاع الاتحاد وتعرف هو راهو اهدافه واضحه ولبسوا فيه في الجنوب السياسيه ودي مش صحيح. راهو الافكار السياسيه والايديولوجيه والخطوط موجوده في وسط، لكن الاشكال وين؟ كيف يقع توظيفها في اتجاه معين لمن في الحكم ولا اللي في المعارضه. احنا كنقابيين نرفض ذلك. اللي في الحكم يريد ان يكون الاتحاد حمل وديع وهذا مش ممكن، هو اللي يخرج من اطاره وما عادش منظمه، ما عادش يتم. هذا نعتبروه زاد توظيف سياسي من الطرف الاخر. كيف يجي حكومه بقطع نظرها من يحكم الان او غدا او اللي كان يحكم. ديما اللي في السلطه يحاول يكون الاتحاد مش نقولش يحتوي ولا اقول ادجن كما حاول التجمع تدجين الاتحاد في عديد المحطات، ما نقولش الكلام هذا. اما على الكل يحب قال الرئيس كونه هدنه. احنا مش في حاله حرب، ما نعومش على الهدنه. احنا ديما مشاكلنا نحلوها ديما بالتفاوض ومن النوع هذا، لكن راهو الاحتواء ديما يحاول الطرف الحاكم ديما يحتوي الاتحاد. واحنا ما نجموش نحيدوا على اهدافنا وعلى نظامنا وعلى الهدف اللي انخلقت من اجل المنظمه هذه. سؤال قبل الاخير. الاتحاد شريك في وضع دستور للبلاد وقدم رؤيته للدستور. الاتحاد حضر مشروع مميز ومتميز. لكن نقطه بالذات عنده موقف من مصدريه الشريعه. الاتحاد معروف يريد الحفاظ على نفس الفصل الموجود في الدستور القائم اللي تم معناها الفصل الاول من نفس الفصل. معناها هذا كل مقترح اللي مغير لا نقص ولا زياده، وهذاك صار يتوافق. والاتحاد كما تعرفوا في المجلس التاسيسي الاول كان معناها متواجد
ومن الناس اللي ساهمت في صياغه الدستور وكتابته. اذا موقفنا ما تغيرش من 50 يوم من هذا نفس الموقف في الفصل هذاك. وهذا معناها صار دراسته في ندوات في ندوات مع خبراء دستوريين وصار نقاش لمده مطوله واتفق الجميع على ان نتمسك بنفس الفصل من الدستور. هذا متفقين عليها، التمسك بالفصل الاول من الدستور وهو باتفاق الجميع معارضه وترويكا. الا ان ما يمثله الاتحاد من ثقل وما تمثله حالة النهضة من ثقل. حالة النهضة متمسكة بالشيء هذا، متمسكة بأن الشريعة أو القرآن أو السنة أو الروح مش مصدر روحي، يكون مصدر من المصادر الأساسية، مصدر أساسي للتشريع. فإن الاتحاد يرفض هذا. ترى هذا ربما يدخل تو الاتحاد مش يرفض ولا مش داخل في الجدل تاع رفض ولا عدم رفض. الاتحاد خدم مشروع معروف ومعروض وموجود في المواقع الكل وعندما نسخ ومن بعد دراسات ومن بعد ما تلاقحت الافكار ومن بعد ما درست الافكار معناه وصلوا اتفاق. وهذوك موقف المنظمه. انا ما نحكيلكش عن موقفي الشخصي، هذاك موقف المنظمه فهمتي. وهذاك مشروع المنظمه وهذاك مشروع المنظمه واحنا كل ملزمين بالدفاع على المشروع خيار المنظمه والمشروع اللي اقترحته المنظمه. وهو سمع الخبراء جميع الخبراء من جميع الاتجاهات ومن جميع عندنا اطارات كبار وعندنا خبراء كبار وعندنا دكاتره كبار في القانون الدستوري كلهم يقولوا ويتحدثوا كون المشروع الاتحاد معناها مشروع جيد ويمكن البناء عليه بناء جيد لبناء دستور. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسلك تونس طريق باهيه ويعديها منها ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله هذا نتمنى كل احنا الوفاق والغايه الكبرى.